بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبنات طلاب الصف الاول الاعدادي، النهارده هنتكلم عن درس جميل جدا من دروس التاريخ، وهو درس الحياه السياسيه. قبل ما نتكلم عن الحياه السياسيه، في عندنا نقطتين عايزين ناخد بالنا منهم. ليه مصر بقى فيها حضاره؟ اشمعنى مصر مش الجزائر ولا تونس ولا اي دوله تانية؟ قال لك لان مصر فيها نهر النيل، مصر فيها موقع ممتاز بالنسبه للعالم كله، مصر فيها مناخ ممتاز معتدل، مصر فيها موارد من كل نوع متنوعة، مصر فيها اللي أهم من ده كله وهو الإنسان اللي استغل المناخ واستغل الموارد واستغل الموقع واستغل نهر النيل، الإنسان المحب لبلده والوطنه. يبقى أنا عندي نون الإنسان، نون نهر النيل، ميم موقع، ميم مناخ، ميم موارد، 3 ميم و2 نون. نهر النيل والإنسان والموقع والمناخ والموارد، دولت اللي ساعدوا على قيام الحضارة المصرية القديمة. طيب في الدرس دهوت هنتكلم عن ايه؟ عن الحياة السياسية، الحياة الدينية، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية، الحياة الثقافية. صلي بينا على النبي. ناخد الاول الحياة السياسية. يعني ايه حياة سياسية او نظام سياسي؟ قال لك هو نظام الحكم في البلاد، طبعا نقصد بالبلاد مين؟ مصر، والسلطات المختلفة لإدارة شؤون الوطن، والعلاقة بين الحاكم وأفراد المجتمع اللي هو الحاكم والمحكوم. يبقى هو نظام الحكم فين؟ في البلاد، والسلطات المختلفة في البلاد عشان ندير شؤون البلاد اللي هي الوطن، والعلاقة بين الحاكم وأفراد مين؟ المجتمع. تمام أوش. صلي بينا على النبي. بما تفسر تحقق لمصر القوة والرخاء على مر العصور. ليه مصر طول عمرها كانت عايشة في قوة ورخاء؟ قال لك أول حاجة لأن ظهرت مصر منذ فجر التاريخ كدولة قوية من أيام الملك مينا، كانت تسير على نظام حكم ثابت، زي ما هناخد دلوقتي إن كان لها ملك وكان لها وزير وكان لها مدير إدارة وكان لها حاكم إقليم، كان في نظام ثابت ماشي عليه. بدأ الحكم بحكام الأقاليم وانتهى بنظام ملكي شمل كل البلاد. والنقطة ديت بيجي فيها دايما سؤال، يقول لك حكام الأقاليم الأول ولا الملك الأول؟ طبعا احنا عندنا قرية وبعدين مدينة وبعدين إقليم، والإقليم عملنا له حاكم، وبعدين إقليم الشمال اتحد مع إقليم الجنوب بقى دولة، وبعدين بقى إيه؟ بقى الملك. خد بالك من النقطة دي. عناصر الحكم في مصر الفرعونية 4: الفرعون اللي هو الملك، الوزير، حكام الأقاليم، الإدارة المركزية. وده هتبقى عناصر الدرس بتاعنا. ناخد الأول الفرعون. كلمة الفرعون مشتقة من لفظ برعو، وبرعو يعني القصر الكبير، تمام؟ أو البيت الكبير، وبعد شوية اتحرفت لبرعون، وبعد شوية بقت فرعون. يبقى أنا استفدت إن كلمة فرعون مشتقة من لفظ اسمه برعو، وبرعو يعني البيت الكبير أو القصر الكبير. بما تفسر تقديس المصريين القدماء للفرعون. 1: كانوا يعتقدون بفكرة الملك المقدس الذي يدير شؤون البلاد بأمر مقدس وهو صاحب النفوذ المطلق. 2: لأنه كان رمز وحدة البلاد ويجب على الناس طاعته. 3: يجمع في يده كل السلطات الدينية والدنيوية. وده برضو سؤال مهم جدا، ممكن يجي يقول لك بما تفسر كان الفرعون يجمع في يده كل السلطات الدينية والدنيوية. أقول له كان بيجمع في ايده السلطات الدينية لان هم كانوا بيعتقدوا ان هو لان هم كانوا بيعتقدوا ان هو ابن ربنا، ان هو ابن الاله، واللي يعصي ربنا او اللي يعصي الاله هيخش النار، فما كانش حد بيعصيه، فدي سلطة دينية. وسلطة دنيوية ان هو الملك ومحدش يقدر يعصي الملك. يبقى لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر يجمع في يده كل السلطات الدينية والدنيوية، هقول له لأن المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا إن فرعون ابن ربنا، وابن ربنا ما ينفعش حد يقول له لا، لأن اللي هيقول له لا هيروح النار. تاني حاجة إنه هو الملك، والملك ده هو اللي بيحكم البلد وفي إيده يسجن أي حد أو يعاقب أي حد. تمام. ما أهم واجبات الفرعون؟ قال لك الفرعون يدافع عن البلد. 2: حماية حدود البلد من الأعداء. 3: إقامة العدل بين الناس. 4: تأمين وسائل الحياة الكريمة لشعبه.
يبقى يدافع عن البلد ويحميها من الأعداء وإقامة العدل وتأمين وسائل الحياة الكريمة لشعبه. طيب نيجي بعد كده للوزير. ليه جه وزير؟ بما تفسر نشأة منصب الوزير. محتاجينه في ايه الوزير ده؟ قال لك بسبب تزايد أعباء ومهام الملك وصعوبة إشرافه على شؤون البلاد بمفرده. وده سؤال بيجي في الامتحانات دايما. ليه الوظيفة بتاعت الوزير ظهرت؟ ليه الوزير بتاع الملك كان محتاج وزير؟ عشان مش قادر يحكم البلاد لوحده ومحتاج حد يساعده. ما نتائج زيادة مسؤوليات الملك؟ اتخذ الملك وزيرا يعاونه في تنظيم شؤون البلاد. ما نتيجة أهمية منصب الوزير؟ المنصب ده منصب مهم، منصب حساس. طب ايه اللي ترتب على كده؟ ان الملك كان بيديه لواحد من ولاده او ولاد اخوه او اخوه او حد من العيلة، لانه منصب حساس. تمام. اهم شروط الواجب توفرها في اختيار الوزير: حسن السيرة، العدل، الحكمة، العلم، الخلق الطيب، الخبرة الواسعة، حسن تصريف الامور. نيجي بقى نتكلم عن حكام الاقاليم. قال لك حاكم الاقليم هو الاقليم عامل زي المحافظة، زي دمياط والمنوفية والغربية والدقهلية والقاهرة والجيزة. يبقى حاكم المحافظة اللي هو المحافظ يشبه حاكم الاقليم زمان. تمام قوش. بما تفسر عرفت مصر الإدارة المحلية قبل عصر وحدة البلاد. هقول له حيث كان لكل إقليم حاكم. احنا خدنا إن عندنا قرية جنب قرية عملت مدينة، ومدينة جنب مدينة عملت إقليم، وبعد شوية إقليم الشمال اتحد مع إقليم الجنوب بقى عندنا دولة مصر. يبقى اللي ظهر الأول الإقليم، واللي ظهر الأول حاكم الإقليم. يبقى الإقليم الإدارة المحلية. يبقى الإدارة المحلية ظهرت قبل وحدة البلاد، وده دليل على تقدم الشعب المصري، لأن في شعوب لحد فترة قريبة خالص كانت عايشة حياة القبيلة. تمام. بعد الوحدة أصبح حكام الأقاليم يعينون بواسطة مين؟ الفرعون. دايما بيجي سؤال يقول لك حكام الأقاليم يعينون بواسطة نقط، والطلبة بتتلخبط وتقول بواسطة الوزير. أعرف إن هم بيتعينوا بواسطة الفرعون، واللي بيشرف عليهم الوزير، وتحت إيد كل حاكم إقليم مجموعة من الموظفين. حلو كده؟ يبقى الفرعون هو اللي بيعينهم، الوزير اللي بيشرف عليهم، الموظفين بيشتغلوا معاهم ويساعدوهم. ما أهمية منصب حاكم الإقليم؟ لازمته إيه؟ قال لك ينوب عن الملك في إدارة الإقليم، هو يعتبر رئيس الإقليم. مهمته حفر خزن حفظ حفر الترع، خزن الغلال، حفظ الأمن. جميل. الإدارة المركزية اللي احنا النهارده بقى بنسميها الحكومة، اللي هي وزير كذا ووزير كذا ووزير كذا ووزير كذا. قال لك ديت رأسها الوزير ويعاونه عدد كبير من الموظفين. هم مين؟ اللي هم رؤساء الإدارات العامة. يبقى أنا عندي اللي هو زي النهارده مثلا كده عندنا محلب اللي هو رئيس الوزراء، وتحت ايده وزير التربية والتعليم ووزير الصناعة ووزير التجارة ووزير مش عارف ايه. هو نفس الفكرة، بس بدل ما كنا بنقول عليه وزير كنا بنقول عليه مدير، وبدل ما كنا بنقول عليها وزارة بنقول عليها إدارة. يبقى زمان كان اسمه مدير الإدارة، إنما النهارده اسمه وزير الوزارة. الوثائق الملكية ديت وزارة أو إدارة خاصة بالأوامر والمراسيم الملكية الخاصة بتعيين الوزراء وكبار الموظفين. يبقى لما الملك يطلع مرسوم أو أمر بتعيين وزير أو يطلع أمر بتعيين حد، ديت تبع وزارة أو إدارة الوثائق الملكية. طب إدارة النسخ والمحفوظات، طبعا ما كانش زمان لا مكان التصوير ولا كلام من ده، هو واحد قاعد يكتب وينسخ. فكانت الوزارة ديت بتختص بالنسخ والمحفوظات الأصلية، وطبعا أهم محفوظات هي محفوظات مين؟ الملك. إدارة الحقول دي بتهتم بكل شؤون الزراعة وحفر الترع وإقامة الجسور والقنوات والسدود والكلام ده كله والمحاصيل والحصاد. إدارة الخزانة اللي هي النهارده اسمها إيه؟ اللي هي النهارده اسمها وزارة المالية، تختص بالحفاظ على موارد الدولة. إدارة القضاء تشرف على المحاكم التي تحكم بين الناس. وممكن يجي لك هنا سؤال يقول لك إدارة الحقول النهارده زي إيه؟ تقول له زي وزارة الزراعة. إدارة الخزانة النهارده زي إيه؟ تقول له وزارة المالية. خد بالك من النقطتين دول. في هذه الإدارات كان يعمل عدد من الكتاب. الكاتب
دي وظيفة مهمة. طب بما تفسر أهمية وظيفة الكاتب؟ قال لك لأنه كان ينظر إلى صاحبها نظرة تقدير واحترام، وكان النابغين من الكتاب يرقون إلى المناصب العليا في الدولة. زي إيه؟ زي مدير إدارة أو حاكم إقليم أو أمين ملك. كل واحد عاوز ابنه ما يشتغلش في الأعمال الصعبة زي بناء الأهرامات وبناء المعابد والزراعة والحاجات دي، فيخلي ابنه يشتغل إيه؟ كاتب. كاتب ده ممكن يبقى مدير إدارة، حاكم إقليم، يبقى أمين إيه؟ الملك. وده سؤال في غاية الأهمية. الدرس دوت بيجي منه أسئلة كتير في الامتحان، وعايز كل نقطة تتفهم وتتحفظ. بعد كده الجيش برضه من أهم الأسئلة. بما تفسر لم يكن المصريون القدماء دعاة حرب، ما كانوش ماشيين يبلطجوا على الناس، ما كانوش ماشيين يشكلوا مع الناس. ليه؟ لأنهم كانوا يفضلون الحياة الهادئة ليتمتعوا بثمرة عملهم، ولم يكن في حياتهم ما يدفعهم للقتال، ووهب الله لهم النيل والجنات الخضراء فكانت حياتهم مستقرة. مش فاهم حاجة، صلى على النبي. السؤال ده ممكن يجي لك بطريقة تانية، يقول لك ليه الجيش المصري ظهر في الدولة الحديثة ما ظهرش في الدولة القديمة ولا الدولة الوسطى؟ أقول له ظهر الجيش المصري متأخر لأن المصريين كان عندهم الجناين، وكان عندهم نهر النيل، وكان عندهم المحاصيل، وكان عندهم حياة جميلة جدا جدا جدا، عندهم البط والوز والفراخ والبقر وكل حاجة. فهيحاربوا الناس ليه؟ وصلت؟ يبقى عندهم الحياة الهادئة المليئة بالخيرات. لما جه الهكسوس واعتدوا علينا، ظهر بقى ايه؟ داعي للحرب، فبدأنا نحارب. طب ممكن يجي هنا بقى واحد ناصح يقول لي لا، ده احنا قبل كده حاربنا الاسيويين وطردناهم وعملنا مش عارف ايه. اقول له قبل احمس كانت جيوش غير منظمة، انما من ساعة احمس دي جيوش ايه؟ منظمة. طب ليه الاعداء كانوا بيجوا مصر؟ اقول له كانوا بيجوا مصر طمعانين في ثروات مصر. طب ما نتيجة طمع المعتدين في ثروات مصر؟ دفع ذلك المصريين لحمل السلاح والدفاع عن ايه؟ عن البلاد. بما تفسر اهتمام المصريين القدماء بتكوين جيش في الدولة الحديثة لتأمين حدود مصر من الأخطار. زي ايه؟ زي الآسيويين والليبيين ابن محات الأول. تحرير البلاد من المعتدين زي أحمس. تكوين إمبراطورية كبيرة زي تحتمس الثالث. تمام؟ ما هي أسلحة الجيش المصري؟ قال لك كان عندهم بقى الرمح والدرع والخنجر والأقواس والسهام، وأخذوا عن الهكسوس العجلات الحربية. أظن محدش في الدنيا ينسى العجلات الحربية، الهكسوس اللي كانوا قاعدين في أواريس. طب ما هي ابتكارات المصري القديم في تنظيم الجيش؟ المصري بقى أضاف إيه للجيش؟ إيه البصمة بتاعته؟ قال لك قبل المصري ما كانش في حاجة اسمها قلعة ولا حصون، هو اللي بنى القلعة والحصون. قبل المصري كان الجيش كده ايه؟ هيصة، يجي يهجم مع بعضه ويرجع مع بعضه. المصري قسمه لفلايق صفوف، وعمل صف في النص او مجموعة في النص ومجموعتين على الطرف، يبقى قلب وجناحين. واخترع حرب المفاجأة والالتفاف حول العدو، ودرس ساحة القتال قبل بدء المعركة. والتلاتة دولت اللي هو رقم 2 و3 و4 دولت تحتمس الثالث هو اللي عملهم، خد بالك. وألبسوا الجنود ملابس قصيرة. وهنا يجي سؤال مهم جدا. بما تفسر لبس المصري الجنود المصريين ملابس قصيرة في الحرب؟ أقول له عشان يعرفوا يجروا ساعة ما يتزنقوا، أو يعرفوا إيه؟ يحاربوا ساعة ما إيه؟ ما العملية تسخن. يبقى لكي تمكنهم من سهولة الحركة أثناء القتال. تمام؟ تمام أوي. نيجي لآخر حاجة، الأسطول. يعني إيه أسطول حربي؟ قال لك هي الشكلة اللي بتبقى في البحر، الحرب اللي في البحر، السفن المجهزة لصد المعتدين القادمين من جهة البحر، زي شعوب البحر المتوسط. تمام؟ تمام. وشعوب البحر المتوسط كانت أيام مين؟ رمسيس الثالث. رمسيس الثالث لما جات لنا مرتين، مرة من البحر عند مصب نهر النيل الغربي، ومرة من البر عند رفح. تمام. بما تفسر اهتمام المصريين القدماء بإنشاء الأسطول الحربي، أو ما نتائج إنشاء أسطول بحري في مصر الفرعونية؟ السؤالين دولت مهمين، افهم السؤال. إيه الفايدة من الأسطول؟ قال لك واحد،
صد المعتدين اللي جايين من ناحية البحر. 2 الدفاع عن السواحل، سواء الساحل بتاع البحر الأحمر أو بتاع البحر المتوسط والموانئ. وقلنا في عهد رمسيس صدينا هجمات شعوب البحر المتوسط. وبكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يسيبه لي على صفحة مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.